كابتن نادر الناس ماتت يا كابتن. الناس ماتت ولسه الناس بتموت. اقول لك ايه يا كابتن نادر، الناس بنشوف جثث قدامنا يا كابتن نادر. جثث ناس جايه ورا النادي الاهلي عشان تشجع النادي الاهلي وتشجع كوره، ناس ماتت. اقول لك ايه، انت قول انت واللي معاك يقول. هنقول ايه؟ احنا بنضرب بصواريخ يا كابتن نادر واحنا نازلين الملعب بنسخن. دي غلطتنا يا كابتن نادر ان احنا كمان لعبنا ماتش زي ده. احنا بيتحدف علينا طوب بيتمسك ويقول لك العب. كرة ايه يا كابتن نادر؟ لا هو الموضوع اكبر. يعني الحكم انا مش مسؤول عن يا سلامة اللعيبة كرة ايه اللي انتوا من بتتكلموا قبل المباراة. وانا بكلم الكلام ده اللي بيتكلموا بركات. الدنيا ولعة من قبل المباراة سلامة اللعيبة مسؤول عنها الحكم. تلعبوا كورة ومصممين تلعبوا كورة ومصرين تلعبوا كورة. طب خد القصص بقى، خد يا كابتن نادر الناس اللي عمالة تموت افرحوا الناس اللي خايفة يا كابتن، اللي خايفة يلغوا الدوري عشان شوية فلوس يا كابتن. صح. خايفين يلغوا الدوري. لا فيه هنا الناس ماتت، لا امن ولا شرطة ولا جيش ولا اي حاجة، والناس عمالة تموت وكل ده وانتوا مش عايزين تلغوا الدوري. عشان ايه؟ عشان الفلوس. صح؟ ده ما فيش عربية اسعاف يا راجل. ما كل الكلام ده احنا كلمناه يا بركات. انه لو حد كابتن نادر انا اسف طبعا من اللعيبه يعني بتقول اللي نفسها يعني توصلوا للجمهور، لكن انا عايز اقول لك حاجه. وصل هنا في الاوضه الوضع ما بقاش بقى انك عايز انت عارف محمد عثمان معاك يا كابتن نادر. انا عندي جثتين مرميين بقاله سنه ومفيش اسعاف جت يا كابتن نادر. مفيش الا عربيه واحده بتحول المصابين والميتين. ما هو ده اللي حاصل هناك. هيقول لك ايه؟ هو هيجيب من عنده حاجه؟ طب انت فين دلوقتي يا محمد؟ انت فين مكانك؟ شفت حوالينا ولا حاجه حوالينا، مش اللي عساكر الامن المركزي بس ولا مسؤول موجود معانا في الملعب وطافين النور علينا. طيب خليك معانا يا محمد. الو رامي. هو في المدرجات. ايوه ايوه محمد ابو تريكه. ايوه تريكه اتفضل. بعيد عن الكوره وبعيد عن اي حاجه، الناس بتموت يا كابتن، الناس بتموت قدامنا، الناس بتصاب. احنا بنناشد وبنتكلم ابو تريكه. ولا في امن يا كابتن ولا في اي حاجه. هو حياه البني ادم كده رخيصه. وبعدين يا كابتن دي مش كوره ولا رياضه، دي حرب. حرب ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ده 3 نقط ولا دي هتروح الكوره في داهيه يا جماعه. صح. دلوقتي ولا في امن ولا في شرطه ولا في اي حاجه يا جماعه. الناس بتموت قدامنا يا كابتن نادر، الناس بتموت قدامنا في اوضه اللبس. انا واحد بتوصل الشهاده في اوضه اللبس. ابو تريكه المشكله ان الناس المسؤوله واحنا اتكلمنا وناشدنا ان من الواضح ان محافظ بورسعيد ومدير الامن مش فارق معاهم حاجه، يعني ما فيش حد اتحرك. هنا الناس بتتحرك، كابتن حسن بيتحرك والناس بتتحرك، مفيش حد عايز يستجيب ولا حد حتى عمل حاجه ولا في اسعاف. الناس يا كابتن نادر اوضه اللبس قدامي واحد بتلاقي له الشهاده يا كابتن نادر. مع احترامي لكل الناس الساده المسؤولين والساده اللي موجوده على كراسيهم. الناس بتموت ارجو تدخل الناس بتموت يا جماعه. الناس مصابه مش بتدم على الارض يا كابتن نادر ولا في حد بيتحرك. احنا بقالنا بالظبط الماتش خلصنا 45 دقيقه ولا في حد بيتحرك ولا في امن جالكم ولا في اسعافات ولا في امن يا كابتن نادر ولا في جيش ولا في اي حاجه ولا في اي حاجه. احنا دلوقتي اللعيبه هي اللي بتسعف الناس، الجماهير والجماهير هي اللي بتسعف نفسها. امال ابو تريكه فين الشرطه اللي كانوا موجودين في الملعب؟ راحوا فين؟ الشرطه الامن اللي كانوا موجودين بيحرسوا الملعب يا كابتن. لسه موجودين في الملعب؟ بيحرسوا الملعب سايبين كنتوا؟ والناس جوه في المدرجات جماهير النادي الاهلي بنت عليها الناس وضربتها يا كابتن. جاي تقول لي الاحساس بتاع حضرتك لما بتلقن واحد الشهاده قدامك وانت مش عارف تعمل له حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بقول للناس الناس بتخاف، وبعدين الناس خايفه جدا. الناس لا ملتحمه بالجماهير باللعيبه. انا بقول للناس بسرعه شويه بسرعه. حاضر يا ابو تريكه حاضر. حاضر. انا بقول لحضرتك يعني سوري في اللفظ، الرياضه عمرها ما توصل لكده. لا وانا معاك انا معاك لا يعني حياه بني ادم يا ابو تريكه، حياه بني ادم ما ولا في حاجه في الدنيا تسويها يعني. لا طبعا. وبعدين يا كابتن الاحساس لا يوصف. انا بقول لك بتلقن واحد الشهاده وهو نايم
خلاص على الارض، واللعيبه واللي بيعيط الوقت فظيع جدا 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 بصراحه يعني. والواحد عمره ما ينسى اليوم ده، اليوم ده يوم صعب جدا جدا جدا. لازم حاجات كتير شويه، وبعدين بسرعه شويه. معلش انا متعصب. لا 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 بتعصب ايه يا ابو تريكه؟ انت تقول اللي انت عايز تقوله. الموقف اصعب من كده. لا تقول اللي انت عايز تقوله، لان انا عارف الوضع صعب جدا، فتقول اللي انت عايز تقوله. وبعدين الناس مش لاقيه ولا ناس ولا بتتحرك، مفيش حد ولا 45 دقيقه 45 دقيقه الماتش خلص، ولا في حد بيتحرك، ولا في امن، ولا في اي حاجه، ولا في اسعاف. الناس بتموت ساكت. بقول لك كتير جدا بتموت قدامي. لا حول ولا قوه الا بالله. صعب ولازم الناس احنا كلنا يا ابو تريكه بنتكلم في صوت واحد، وبنتكلم في نداء واحد، ان كل الناس المسؤوله ان هي تتحرك. كل واحد مسؤول، او لو هو مش عايز ما كانش بقى مسؤول، او ما كانش بقى مسؤول عن البلد، ايا كان هو فين ولا مكانه فين، ولا كل القيادات اللي موجوده في البلد اللي بتقول ان احنا عايزين نقود البلد، ان هم لازم يتحركوا، سواء بقى من الناحيه العسكريه ولا الشرطه ولا الامن ولا الطب ولا ايا كان. وفي ناس في بورسعيد وشايفين الاوضاع اللي بتحصل، يبقى كل واحد زي ما كابتن عصام نادى، وكل واحد من الشعب بتاع بورسعيد، كل واحد مسؤول في بورسعيد ان هو يتحرك، لانه مش مستني ان حد يتحرك في القاهره لغايه يجي بورسعيد. لا الموقف بقول لك يا كابتن نادر صعب جدا، صعب جدا 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 فوق ما تتصور. وبعدين اول ما تخلص المباراه الناس تنزل، الناس على الجمهور، وينزل على اللعيبه في ايه؟ طيب انا نفسي اعرف دلوقتي حالا، الناس المسؤولين في بورسعيد ما نزلوش ليه للملعب؟ هل خايفين؟ ولا يعني خايفين قاعدين في بيوتهم مثلا؟ جمهور الناس معانا خط النادي فاهم لك اسمه ايه؟ عمر سيد يا كابتن نادر. ماله؟ طفل مفقود عمر سيد. خدام معاك. في طفل مفقود اسمه عمر سيد جاي. الجمهور كله ناس بتفوت، وفي ناس فاتت عندنا فلوس وما تجيبهاش ولا في نيله. حرام عليكم. دي مش كوره، دي حرام عليكم. لا حول ولا قوة اقسم بالله انت كوره. العب سوريا ماتش من قبل قبل تبخيت الارهاب والحرب بيعمل كل حاجه. ما مش حد يتحرك بعد ماتش الارهاب. كيف تطلع عليكم؟ الكوره كده. حرام عليكم. لا تعرفوا تاني. حرام. يا سيد معود. ايوه يا كابتن نادر. ايوه يا محمد. انا كابتن نادر. انا محمد دكرور يا كابتن نادر. ايوه محمد.